فيقدر يدز لنا مصدر يعني شيء حتى نقتنع، لأن مع القمع الأقليات أنا ما مر عليه، حتى نشوف مستوى ثقافته. يعني هو أعطاك صورة بالمكتبة، أنا ايش تسويها بالكلية على أساس أفتهم. آه سؤالك واضح 199. هو السؤال الشرحبيل نفسه لا 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 أنا أنت أجتني هذا مكالمة. مو طيب الله يعطيك العافية يا عمار، أنا أجتني مكالمة واضطريت إني أنزل لما كنت أتكلم للأسف يعني. مو مشكلة لا عزيزي، مو مشكلة. مكالمة يعني مهمة كانت نوعا ما يا أحد الأخوة. بس أنا عجبني سؤال الأخ. أول أنا ما قلتش إنها تضطهد الأقليات مقابل 10,000 دولار إذا بتجيب لي كلمة تضطهد الأقليات. قلت لك هل العلمانية عرفت عن نفسها، لا تقاطع، هل العلمانية عرفت عن نفسها أنها تحترم الأقليات؟ بالحرف كل شيء مسجل لك المساحة كاملة، والآن قاعد بسجل وسجلت كلامك لما قلت أنت إنه التعريف الشائع هو فصل الدين عن الدولة، برضه بس 10,000 دولار. أعصابك يا حبيب، عفوا يعني أنا على كيفك استوعب. ماشي أنا هيك أسلوبي يا احنا عزيزي أنا. حتى نستفاد من الكلام اللي يطرحه. ماشي. هو اكو حكمه انا قاريها تقول عظمه العلم في تسهيله وليس تعظيمه. في تبسيطة. احنا حتى نستفاد من الكلام اللي يطرحه استاذ. يا ريت انه تحكي بهدوء حتى طيب نقدر احنا نستفاد ونستمع. ماشي أنا ما يعني ما بخضعش ماشي، أنا هيك أسلوبي، هيك ربنا خلقني يعني. إذا كان أغير من خلقتي والناس كل تختلف علي. الحب والاحترام، كل حبيبي الحب والاحترام لاسلوبك يا صديقي. هاي أول خصوصيات، يعني التدخل في خصوصيات الآخر وطبيعته. لا هو انت ما قاعد بغرفتك وجاي تاكل دولمه لو تاكل وانا مش حتى هاي جاي عليك يا خصوصياتك. ليت، يا ليت انا هذا قاعد. نقاش جماعي. بس طيب ماشي. ليت اولا يا دقيقة، ليت بس انا ما انا رخصتكم، جاي عشان يعني بس بناء على. ما رخصتكم عذرا حتى لا يصير اكو حبيبي يا مشادات عمار بس خليني كلامية. اكمل. بس عفوا اللي وضحها لي ثاني، بس اريد اوضح لك اياه. يعني احنا ما نقدر نرجع المقطع مثلا مثل إن نشوف الدحيح، او مثلا نقدر نرجع ونشوف نستوعب اللي قال. احنا نقول على كيفك، يعني اقصد السرعه، يقصد السرعه، ما نحكي على الاسلوب. براحتك، بس احنا على السرعه لان احنا مدن نلحق نستوعبك. يعني اتمنى تفهم هالقصه. نعم. طيب هو انا مش عارف، طيب ما فيش مشكله، لكن انا جربت المره هذيك، دخلت معكم نقاش ونزل على اليوتيوب النقاش، والعالم كلها اغلب الناس شافته، مش انت يا عمار مع الاخوه يعني. ويعني وبينا فضحنا بعض التدليسات وبعض الاكاذيب والى اخره، والتملق ما زال يعني. واخر شيء رحتوا كالعاده كتم واستخراج المساحه وطرد من المساحه لانكم مش عارفين تردوا لا على يا الدليل. حبيبي، لا يا قلبي، انا ما دوم كتمتك ارد اسكتك، مش انت انا يا بس عمار، انا ارد قلت انت ما بتسمعش يا عمار، انا قلت مش انت انا جاي عمشانك اصلا يا عمار، لو عند ليت اصلا ولا هذا. عمار هو يحكي إيه. عن مساحه سابقه. إيه. تفضل تفضل. طيب لا انا نزلت. طيب مو بدناش نضيع الفكره. اولا انت قورتني اشياء انا لم اقلها. تمام. اولا تعال افتح معي معجم ويبستر، ثريد نيو انترناشونال ديكشنري، صفحه بيج 2053. تمام. ونقرا: هي نظام اجتماعي في الاخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين واستبعاد الدين استبعادا مقصودا. فيجب أن تكون سلوك حياتك، تمام، وأفكارك قائمة على أسس دنيوية وليست أسس دينية. أي أن الحجاب ممنوع، اي لحيه ممنوع اذنها من منطلق ديني، اي شيء يقوم على اسس ديني الى مزبله التاريخ. تمام. هذا تعريف العلمانيه وذكرت لك المصدر. نشوف دائره المعارف البريطانيه شو بتقول. الا اذا انت عندك تعريف جديد اسمه فصل الدين عن الدوله، تعريف فرح انطون، وتعريف شبل شميل، وتعريف لويس شيخو. هاي مشكلتك انت مع الكنيسه، اذا بتاخذ مصادرك من الكنيسه ومن جروبات الفيسبوك. انا شو لي علاقه؟ نقرا دائره المعارف البريطانيه شو بتقول. هي حركه اجتماعيه، احنا بنسولف عن التعريف. تمام. هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس من شؤون الآخرة للاهتمام بشؤون الدنيا. راجع تعريف دائرة المعارف البريطانية. تمام. بصفحة 19. المهم يا اخوان، العلمانيه يعني هو يعني انا لي 12 سنه بقرا بالعلمانيه، حققت لا يقل عن 3000 تعريف العلمانيه. لم اجد تعريف بالحرف، تعريف انا بسولف عن التعريف، لم اجد تعريف بالحرف اسمه فصل الدين عن الدوله الا عند العلماني العربي. منين جبت هذا التعريف؟ انا بطلب منك مصدر. انت قلت التعريف الشائع، التعريف الشائع، ركزوا، التعريف الشائع لا. ميز ما انت لازم تتعلم عشان تميز. ميز بين التعريف وبين المفهوم وبين المعنى وبين القانون.
العلمانيه، تمام؟ هذول 4 اشياء مختلفات عن بعض. التعريف لا يوجد في تعريف للعلمانيه في فصل الدين عن الدوله بالحرف ما في، ولا يوجد مفهوم لانه المفهوم ينبثق من التعريف. يوجد احد معاني العلمانيه انها تفصل المؤسسات الدينيه او السلطات الدينيه او سلطه رجل الدين عن السلطه السياسيه او الى اخره. هو اقرب شيء، هو المعنى، له مفهوم وله تعريف، تمام؟ وانت اللي بتحكيه هو قانون 1905، ومش حرفيا زي ما انت بتتحدث اللي هو القانون الفرنسي للعلمانيه، هو القانون العلماني 1905 اللي هو فصل السلطات الدينيه. هذا اجى نتيجه احد المعاني، وبعدين تغير بال 1946 وبال 47 بشكل عام، واصبح اللاسياتيه، اصبح النظام الحاكم هو اللائكيه، تمام؟ وليست سيكولوريزم او سيكولر اللي هي العلمانيه الانجلوسكسونيه بشكل عام، بسبب وجود الكاثوليك والتصادم الكاثوليكي الشعبوي مع مفهوم العلم، تمام؟ هاي امور بسيطه. خلينا نقرا يا اخوان من المعاجم الاخرى ونشوف المعلم العالم الجديد لويبستر ايضا، تمام؟ ويبستر نيو وورد ديكشنري صفحه 128. شوف شو بيحكي عن العلمانيه. الروح الدنيويه، تعريف الدنيويه يعني الامور الدنيويه ملاش علاقه بالدين، تمام؟ او الاتجاهات الدنيويه. العلمانيه ان كل اتجاهاتك تكون حداثيه ودنيويه، يعني لا حجاب ولا ممنوع، هاي الاشياء ممنوعه منعا باتا. يعني هو اصلا هي العلمانيه بتقول لك انا لا احترم اي شيء قائم على اساس ديني. ما هي بتعرف عن نفسها هيك. انت ليش مصر انها بتحترم الاخر؟ يعني العلمانيه بتقول لك انا ما بحترمش الاخر، الا العلمان العربي بيقول لك والله بتحترم الاخر. طب هي بتقول لك انا لا بحترم الاخر ولا اريد ان احترم الاخر المتدين. انت ليش مصر انك تحرف، تمام؟ ومع ذلك مش قادر تقدم لنا تعريف حقيقي زي ما انا بقدم لك. المهم، الاتجاهات الدنيويه وعلى الخصوص نظام من المبادئ والتطبيقات، مبادئ وتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الدين والإيمان والعبادة. ويبستر نيو وورد ديكشنري صفحة 128. يرفض. عشان هيك انتوا شرط تستغرب. انا بستغرب من العلمان العربي لما يستغرب قال ويصير يرجع لفرنسا او لبلجيكا مثلا او لاي دوله انها بتمنع الحجاب او انها بتخاف من قطعه قماش العلمانيه. طبعا العلمانيه مرعوبه من قطعه قماش، هي تتبول على نفسها من قطعه هاي القماش، لان هاي قطعه القماش مبنيه على اساس ديني، مبنيه بثواب وعقاب، مبنيه باشياء ما ورائيه، والعلمانيه هي ضد ما عفوا ورائيه استاذ مو، بشكل عام. استاذ مو، بس دقيقه. لو سمحت استاذ ليث، انا هو ممكن دقيقه شر اكمل حبيبي، دوري بس يعني، بس معلش. دقيقه بقى ليث عزيزي، انا مش طالع يعني، انا بس خليني دقيقه. اكمل. طيب اكمل لا لا دوري. لا، هو انت تكمل يا لا مو، يعني انت تكمل، مش محور يا عزيزي، بس انا طالع انطيني مش صبر عشانك. خل افهمك، ما بس انا مش انطيني جاي صبر. اسمعك. لا 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 دوري مش انا دورك بعد اولا، وانا الاستاذ احنا بكمل. بعد الاستاذ مؤمن. شر حبيب، مين شر اللي حبيب، اعطاك الاحقيه انك تتدخل وتقاطعني وانا ما كملتش؟ مين اعطاك دقيقه الاحقيه؟ دقيقه يا عزيزي، اسمع اسمع. يا عزيزي علمانيتك لا احنا تمارساش علي بالمساحه يا استاذ المقاطعه ليث يا بس اخي انا مو علماني، بس اسمع اسمي هنا. شر حبيب. ماشي انا ما قلتش ما هسه قلتش خلي اقول حتى قلت انك تفهم شنو علماني. اريد، بس اسمع يا معود طيب حتى ماشي، تفهم طيب شنو اريد. اسمعني. انا بقول لك لا تمارسش العلمانيه اللي هي اقصاء الاخر وعدم احترام الاخر لا ومقاطعه لا الاخر، لا تدلل، تمارسهاش. تدلل استاذ بخدمتك حبيبي، عيوني انت بخدمتك، انا طيب بس ماشي اريد لا اقول. تقاطع الشعب، خلينا نكمل مداخلتي يعني. بس خل اكمل دفتهم يا معود، دفتهم ابو الغيره. باو حبيبي، انه انت طرحت هواي اشكاليات، الاخوه رافعين ايدهم، فاتمنى انه تختصر بدقيقه مو 30 ثانيه حتى نسمع الرد من بقيه الاخوه. طيب يا من عمار، هسه احنا يا عمار اولا احنا يا عمار، احنا يعني انت عارف احنا يعني مصدر المساحه، ويعني انا اتوقع انه ترى هو هذا مو منبر حتى انت تنشر افكارك وتفلت. احنا جاي نتحاور يا اخوان يعني. انا مؤسس العلمانيه، انا جورج هوليوك وانا تشارلز لا لا لا، انت طرحت، اسمع انت طرحت اشياء، كمل، انا جاي اقول لك كمل. بس اسمعني، اسمع هسه، انت ما جاي تفهم كلامي، جاي احكي عربي. اني حبيبي الك دقيقه تكمل طرحك، وراها الاخوه يردون من حقهم، احنا مو نقعد بس نستمع. طيب ماشي. هم اكو ناس تريد يا عزيزي يا ليت يلا استمر، هذا من وقتك، دقيقه لك، تفضل. طيب الاخوه انتم قلتوا تمردون، هل في لهم في تنظيم؟ انا مستعد عادي للمناقشه، بس تنظم وقتهم، تعطيني نفس الوقت اللي اعطيتهم اياهم كلهم مجموعهم كلهم عشان اقدر ارد، او تزيد لي شويه. موافق؟ هل تستطيع انك تنظم مساحه بهاي الطريقه اللي فيها عدل، ولا راح تعطيهم حقهم كل واحد يهبد ساعه وساعتين وثلاثه واخر شيء ما تعطينيش دقيقه زي ما عملتوا المره هذيك؟ لا لا لا, لا. بالتساوي انت ساعتك بيدك وتحسب وياي، كل شخص الى وقت متساوي. تفضل، هذا من وقتك. ماشي، هاي امامكم كل شيء مسجل المساحه، وهي على اللايف الان
بشكل عام هم يوعدونا انه كل اللي بعطونا يعطوه للطرف الاخر. تمام. طيب يا اخوان، امامكم الان احنا بنتحدى الاخ انه يعطيني تعريف علمي، تعريف ليس مفهوم ولا معنى ولا قانون، تعريف زي ما هو ادعى وقال. تعريف العلمانيه هي الشائع كمان، يعني متخصص ودارس الزلمه وعارف الشائع من الغير شائع، وعارف المركب وعارف البسيط وعارف المعقد. اوه يعني متخصص بالتعريفات. زلمه تقريبا له 30 سنه بدرس في المعاجم وبدرس في الكتب. زلمه صاحب تشارلز تايلور، مؤسس كورس العلمانيه في كندا، او جان بوبيرو او مارتن بوبر او هابرماس. يعني انسان يعني كل حياته في اكسفورد اصلا، في تدقيق خلف مصطلح السيكولر او السيكولوريزم او اللاسياتيه او اللائكيه بشكل عام. انسان متخصص وعارف قد ما عنده ثقه. بقول لك التعريف الشائع فصل الدين عن الدوله الشائع هذا بجروب عندكم، هذا بجروب العراق، بجوز بجروب العراقيين او الى اخره، او جروب الفيسبوك شائع، او زي ما قلت لك بالكنيسه او بالمقهى. اما بالعلم والكتب والحقيقه مش موجود. اتحداك ان تاتي لي الان وترفع رابط ان العلمانيه بالحرف تعريفها فصل الدين عن الدوله، بالحرف زي ما انت ادعيت فصل الدين عن الدوله، وانك ادعيت انه هذا التعريف الشائع. تعريفها فصل الدين عن الدوله. $10,000 هي امامكم. اذا اتى الان بدراسه او سكرين او مصدر يقول بالحرف ركز معي. عفوا ممكن بس بالحرف. انا في شرح حبيبي دقيقة اكمل. واحدة يا مؤمن. ماشي اكمل. شرحبيلي يجيك انت الدور، مدمرت هو الدنيا يا خلص ما بقى حبيبي. على شيء، وقته خلص. ماشي بس بثواني، اختم في ثواني. اتحدى ان ياتي بتعريف زي ما هو ادعى ان العلمانيه فصل الدين عن الدوله. $10,000 هاي امامكم. اقسم بالله لا ابعث له $10,000 او يعتذر ويقول انه انا زين. بهبد مو بالدين. مو شكرا مو. مداخلتك جدا واضحه. احنا عندنا بعض الاخوه رافعين ايدهم يريد يحجون، دينا وستيفن و199. نبدي بدينا لان اول وحده رفعت ايدها، وبعدها ستيفن، وبعدها 199. تفضل دينا. مساء الخير جميعا. أولا أرد على مداخلة مؤمن بما يخص المساحة السابقة. هو ادعى أنه تم طرده أو تم تنزيله. طبعا كان يديرها وياي بوقتها أستاذ يوسف التميمي، ودار المساحة بوقتها، انطاه كل الوقت وأبد ما نزله. بس هو طلع مباشرة بعد ما كمل مداخلته. طريقته إنه هو يستقطع مداخلات الآخرين ويخلي مداخلته فقط يسجلها حتى يعود أوه يا عيني أني أفحمت الآخرين وما قدروا يجاوبون علي، بس أني أقدر أجاوب على البقية وشوفوا هم سكتوا كلهم. هي هاي طريقتك، مو أول مرة تسويها مؤمن. على فكرة يعني أشخاص شهدوا بأكثر من شخص قالوا إنه حسابك أنت تستخدم هذه الطريقة. أما بالنسبة لموضوع تعريف العلمانية، فالفيلسوف الفرنسي أوغست كونت هو أول شخص اللي حدد وأنطى تعريف للعلمانية. ما عرفها مثل ما إحنا نفهمها اليوم، لكن هو وضع الأسس الفكرية لفصل الدين عن الدولة بفلسفته الاجتماعية. دعا أنه يستبدل الدين التقليدي بنظام من القيم والمبادئ العلمية. هذا كان جزء من محاولته تعزيز التقدم العلمي والاجتماعي بعيد عن التأثيرات الدينية. أما بالنسبة للتعريفات العلمية اللي موثوقة، هي أولا عندنا الموسوعة البريطانية عرفت العلمانية هي نظام حكم أو مبدأ سياسي يفصل بين الدين والدولة، تهدف إلى ضمان أن تكون القوانين والسياسات الحكومية محايدة دينيا ولا تتأثر بالعقائد الدينية. الإنسيكلوبيديا البريتانيكا. قاموس أكسفورد. ثانيا العلمانية تعني فصل الدين عن الحكومة، يشير إلى عدم تدخل الدين في السياسة وعدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية. هذا الأكسفورد ديكشنري. ثالثا الموسوعة الكاثوليكية. العلمانية تنطوي على فصل الدين عن الدولة وينظر إليها على أنها وسيلة لضمان حيادية الدولة تجاه الأديان. رابعا كتاب العلمانية والديمقراطية للدكتور جوسيه كازانوفا يصف العلمانية بأنها محاولة لفصل الدين عن الشؤون العامة والسياسية مع التأكيد على حماية حرية الدين وحقوق الأفراد. أما بما يخص المظاهر الدينية، فالعلمانية ما تمنع المظاهر الدينية الفردية في حياة العامة، لكن تركز على عدم تأثير الدين على السياسة أو القوانين. بمعنى آخر العلمانية تعني أن تظل الدولة محايدة دينيا، ولكن لا تمنع الأفراد من التعبير عن معتقداتهم الدينية في حياتهم الشخصية أو في المجال العام. وأخيرا بما يخص النيو وورد ديكشنري اللي تفضلت به حضرتك، فحسب سنة 2014 تعريفه في القاموس
مبدأ فصل الدين عن الدولة، حيث يتم الحفاظ على حيادية الدولة تجاه الشؤون الدينية، وهذا يعني أن الدولة لا تتدخل في الأمور الدينية ولا تفرض أي معتقد ديني على المواطنين، وتهدف إلى حماية الحقوق المدنية والدينية لجميع الأفراد. هذا التعريف العلمانية في النيو وورد ديكشنري لسنة 2014، آخر تحديث للتعريف العلمانية. فبما يخص فرنسا مثلا على سبيل المثال ومنعها للحجاب، هذا ليس له دخل بما يخص العلمانية. هم يستخدمون مسميات طبعا يستندون إليها للعلمانية، لكن الحقيقة هي أحزاب يمينية، والأحزاب اليمينية معروفة أنها أحزاب دينية محافظة تهدف إلى أن تحافظ على القيم والمبادئ التي تنتمي إليها هذه الدولة. فالأحزاب المحافظة تريد تحافظ على المظهر أنه تكون الديانات المسيحية فقط هي المسيطرة، لذلك تنبذ أي مظاهر داخل الدولة من الشعوب من النواحي الدينية، لكن هم يعني إحنا نقول يتلاعبون على مبدأ العلمانية الحقيقي. أنا انتهيت، شكرا. يعني بعد لك انت دقيقه لمداخلتك، بس بما انه انتهيتي نحول على ستيفن. تفضل، وياك 5 دقائق حتى تقدر تنطي وجهه نظرك. لا كلش هواية 5 دقائق. شكرا لك عمار، وشكرا على هذا التنظيم أنا ما أعرف الأخت هنا هي سردت، وهذا شيء يكفي يعني أن يكون واضح عند الأخ اللي هو يحكي بالعلمانية. أنا أقول بنهاية المطاف لابد أن نركز على موضوع العراق، هو راح يكون الأفضل والأحسن عزيزي. وإذا كنت أنت من الدولة، ما أعرف هسه أنت من أي دولة، فأتمنى يكون هذا التنظير مالتك ويكون هذا الكلام يكون يخص دولتك وشأنك عزيزي أنت. شكرا لك عزيزي. خلينا بهمنا عندنا هم كبير حقيقة، يعني عندنا مشكلة كبيرة بالعراق، هي مو مشكلتنا هسه العلمانية والمدنية، هذا كله يتنظم. شكرا لك يا أخ عمار. شكرا ستيفن، شكرا. 199 عندك مداخلة؟ لا والله سدينا انهت كل شيء بعد. نرجع اذا اندرد. مؤتمن عندك 5 دقائق، يعني مثل ما انطيناهم 5 دقائق، انت 5 دقائق وكل واحد دقيقة تفضل. صار 7 بشكل عام. لا العفو عزيزي، احنا طيب قلنا هسه 5. اجتني مكالمة بس بدي قبل ما. طيب انا احترم حقيقة ما قامت فيه الاخت، لكن بدي اعطيها اول معلومة يا اخت. لما تقولي لي اوغست كونت هو اول من تكلم عن العلمانية، فالظاهر انك مع احترامي الشديد لك، وانت على راسي وتاج على راسي بحطك، تمام؟ عمرك ما انت فاتح جلده لكتاب عن العلمانيه، او عمرك ما انت قارئ لاوغست كونت. اوغست كونت لم يتكلم عن السيكولوريزم، تكلم عن الهيومانيزم والهيومانيتي، دين الانسانويه ودين الانسانيه وليست العلمانيه. اول من ضبط تعريف العلمانيه اسمه جورج هوليوك، تمام؟ بريطاني، جورج هوليوك اول من ضبط المصطلح العلمانيه ولم يعرفه بما انت قلت فيه. فيا اخت دينا سايق عليك الله لا تهبدي، بالاردني سايق عليك الله لا تهبدي، تمام؟ ثانيا يا اخوان امامكم جميعا اوردت تعريفات ولم تذكر لا مصدر ولا مرجع، كله اقسم بالله. الان راح اقرا لكم من المصادر اللي هي تكلمت فيها. انا الان في مكتبتي امامي لا يقل عن 600 كتاب حول العلمانيه، تمام؟ مراجع ومصادر امامي، اكسفورد وامامي ويبستر وامامي ميريام وامامي كل المعاجم، تمام؟ الان معجم راح نقرا وارجيكم كيف حرفت وغيرت الى اخر الكلام في التعريفات، تمام؟ شوفوا معي. هي قالت اكسفورد بتقول انه هي مبدا لفصل الدين عن الدوله، لا، اكسفورد بتقول التالي، تمام؟ دنيوي او مادي، زي ما انا قلت، ليس دينيا ولا روحيا. هي تعريف كلمه سيكولار علماني، تمام؟ مثل التربيه اللادينيه، الفن اللاديني، الموسيقى اللادينيه، السلطه اللادينيه، الحكومه المناقضه للكنيسه، الراي الذي يقول انه لا ينبغي للدين ان يكون اساسا للتربيه او للاخلاق او للحكم. وين فصل الدين عن منين هاي المصطلحات انت جبتيها؟ احنا بعيدا عن الاختلاف، يعني احنا مصطلح فصل الدين عن دولي بالنسبه لي انا كارثي، لكن انا ما زلت متحدي. كل الذي تكلمت فيه هو مجموعه من المفاهيم، هو مجموعه من المعاني التي لربما تهدف او تصب فيها تعريف العلمانيه، لكن لا يوجد على وجه الارض في كوكب الارض تعريف، كلمه تعريف
للعلمانية يسمى فصل الدين عن الدولة حرفيا، وهي لم تذكر أصلا حتى مفهوم، هي لم تذكر مفهوم حرفيا زي ما أنا تحديت حرفيا اسمه فصل الدين عن الدولة. ما في هذا المفهوم، لأنه مش الأديان على مستوى واحد ولا السلطات على مستوى واحد. فكيف فصل الدين عن الدولة؟ لا، هي فصل سلطات الدين أو فصل رجال الدين، وإحنا لا يوجد عندنا رجال دين والى آخره. فلا تحاولوا تشوهوا تعريف العلمانية ولا تحاولوا ترجعوا، لأنه منظركم حقيقة بيطلع عفوا مضحك. تمام. النقطة المهمة اللي حكتها الأخت انه موضوع انه هاي لها علاقة بالاحزاب، لها علاقة بالاحزاب اللي بتمنع الحجاب والى اخره. لا إلها علاقة بالأحزاب ولا شيء. أولا يعني أنا أول مرة بعرف إنه الحاكم فرنسا أبو مسلم الخرساني، وإنه الأحزاب اللي بتحكم فرنسا هي أحزاب على مذهب الإمام الشافعي أو المالكي أو على مذهب الحنبلي أو على المذهب الجعفري. يعني مصيبة، يعني مفاجأة، تفاجأنا الآن كلنا وعرفنا إنه منع الحجاب هو بسبب المذهب الجعفري أو بسبب مذهب الإمام مالك، وليس بسبب المذاهب العلمانية أو الأحزاب العلمانية المادية. بصراحة يعني أنا مصدوم، يعني بصراحة لا. منع الحجاب او منع اي مظهر ديني هو بناء على تعريف العلمانيه. افتحي معي ويبستر ثريد نيو انترناشونال ديكشنري. تمام. نظام اجتماعي وسياسي في الاخلاق مؤسس على فكره وجوب قيام القيم السلوكيه والخلقيه والافكار على اعتبارات الحياه المعاصره الدنيويه والتضامن الاجتماعي دون النظر الى الدين واستبعاده استبعادا مقصودا. الف باء. لقارئ بشلن عن العلمانيه بشلن بشكل عام بيعرف انه العلمانيه بتعرف عن نفسها هكذا، انها هي يجب ان يكون الانسان وكل اموره وكل وكل سلوكياته وكل افكاره قائمه على اسس دنيوي، لانها هي دنيويه من العالم وليس على اسس دينيه. هل الحجاب قائم على اسس ديني ام دنيوي؟ قائم على اسس ديني، لان الحجاب مربوط بالثواب والعقاب، مربوط بالاجر، مربوط بنص قراني ديني بشكل عام، بنص ما ورائي، فرض ما ورائي والى اخره. فمن الطبيعي ان العلماني، انتوا ليش بتخجلوا؟ لماذا بتراجعوا للعلمانيه؟ ليش بتخجلوا؟ هيك العلمانيه بتعرف عن نفسها هي ضد الدين، انتوا ليش مصرين انها مع الدين؟ منين هاي الاصرار؟ ليش انتوا يعني العلمانيه بتقول لكم انا ضد الدين، انتوا ليش بترجع؟ ليش انت بترجع؟ اعطيني تعريف بالمصدر والمرجع خلنا نشوف. ولماذا هذا التعريف يناقض تعريفك اللي راح تخترعه بشكل عام؟ واي تعريف نستمد احنا منه تعريفات. انا لا بناقش لا مفاهيم ولا بناقش معاني ولا بناقش قوانين. تمام. بشكل عام. وبعدين اين قالت العلمانيه انها بتحترم الاخر؟ الي من بدايه المساحه تحديتكم تحدي انكم تجيبوا لي تعريف بالحرف فصل الدين عن دوله، لم تاتوني بتعريف. السؤال الثاني، اين قالت العلمانيه انها تحترم الاخر؟ اعيد واكرر، وين العلمانيه تعريف؟ اين عرفت عن نفسها في اي معجم في اي دائره معارف انها تحترم الاخر؟ هي قالت انه دائره المعارف البريطانيه تقول العفو انه وقتك خلص، بس راح انطيك 30 ثانيه حتى توضح فكرتك. اخر فكره تفضل. اخر فكره. المهم هي قالت ان دائره المعارف البريطاني بتقول فصل الدين عن الدولي. لا، هي امامي دائره المعارف البريطاني. تمام. الصفحه 19 هي بتقول لك الى ماده سيكولوريزم او سيكولورم. تمام. هي حركه اجتماعيه تهدف الى صرف الناس وتوجيهاتهم من الاهتمام بشؤون الاخره اهتمام بشؤون الدنيا. يعني واجب على الدوله انه اي شيء قائم على اسس ديني انه يتم عزله ويتم سجنه والى اخره. وهذا اللي بتقوم فيه فرنسا. بس شكرا مؤمن. شكرا. عندنا دينا رافعه ايدها. دينا اذا تردين عندك 5 دقائق. تفضل. يعني بصراحة يا مؤمن كنا ترى نقدر احنا هسه نصور ونستخدم هذا الاسلوب مالتك، وكنا نقدر نبربر قدام الناس شوفوا انه ان لم يأتوا بأي تعريف. يعني هاي الحركات هاي الاساليب يعني معيبة بحقك. ولا تقولي مع احترامي، لان انت ما استخدمت اي اسلوب محترم. انت اخر شخص اصلا يتكلم هنا عن الاحترام، لان كل الكلام اللي تفضلت به هسه وجهته للاخرين اللي دا تصور الهم او دا تسجل الهم كان تقليل من الاحترام بالنسبة الي. فما اعتبرك انسان تقول مع احترامي. كلمة مع احترامي دائما تأتي ما بعدها قلة احترام. اما بخصوص انه احنا ما جبنا اي تعريف وبس انت اللي عندك تعاريف وبس انت اللي عندك مصادر، هذا هبد بصراحة قدامي. يعني دا اسمع شخص دا يتكلم صوتيا واني هم دا اتكلم صوتيا وياك. فلما جبت لك تعريف الموسوعة البريطانية وقاموس اكسفورد والموسوعة الكاثوليكية وكتاب العلمانية والديمقراطية اللي نشر سنة 2006، هذه كلها مصادر وذكرتها بالاسماء. السيكولاريزم اند ديموكراسي كومباراتيف برسبكتيف هياته منشور ب 2006 قدامي. انا ما اقدر استخدم هذا الاسلوب اللي انت تستخدمه، بسيط ترى. والكتاب دياته قدامي وعرفته الك، عرفت من المصادر، فما راح ارجع مره ثانيه اعيد. اما بما يخص
أوغست كونت وجورج هوليوك حضرتك ادعيت إنه أني ما فاتحة كتاب عن العلمانية وإنه أني دا أهبد. عزيزي جورج أوغست كونت ولد قبل جورج هوليوك من 1798 ولد وتوفى ب1857 وقدم أفكاره حول العلمانية وتطوير فلسفة الاجتماع بوقت القرن التاسع عشر. أما بالمقابل جورج هوليوك ولد سنة 1874 أي بعد وفاة أوغست كونت وتوفى بعام 1959. كان نشط بالفترة اللي هي بها حياته. أول ما قدم أفكار تتعلق بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة مقارنة بجورج هوليوك هو كان أوغست كونت، وبعدين إجا جورج هوليوك اللي هو قدم مناقشات استخدمها حتى تكون مجرد عنده كان مساهمات في نقاشات حول فصل الدين عن الدولة، وكان يركز على تعزيز حقوق الأفراد وضمان حيادية الدولة تجاه الدين مما ساهم بتطور مفهوم العلمانية. أنا انتهيت. طيب بعد عندك دقيقتين من وقتك بس انت قررت تنهي. سريعا انا يا ليت سريعا بس لا دقيقة اخ مؤمن، الاخوة كانوا يسمعوك ماشي بس اسال الاخت دينا عشان تكمل بس سؤال بسيط ب 10 ثواني. لا يجي العفو يجي وقتك واسال. هسه ناخذ الاخ 199 واستنى دوري بس 10 ثواني بس 10 ثواني واستنى دوري. دينا قلت جورج هوليوك 1874 بس عشان تصحيح المعلومة عشان انا سمعت خطأ ولا لا؟ نعم ام لا؟ جورج هوليوك 1874 ولد. اوكي ماشي شكرا. انا بس شكرا. اكيد هسه 99 تفضل عندك 5 دقائق. انا بس اريد اقول له يعني هو يحكي عن الامور الدنيويه طبعا بتطبيق النظام يتغير التطبيق من مكان الى اخر، من دوله الى اخرى، ومن اراء الى اخرى. مثلا الدول الاسلاميه الانظمه تختلف يعني عن بعضها، او الدول المسيحيه كنظام تختلف عن بعضها بالقوانين يجوز. فهنا انت لا تقيس على الحجاب والله فلان دوله سوت فلان شيء، يعني عادي ممكن تتغير المفاهيم، وحتى المفاهيم ممكن تتغير من دولة إلى أخرى، ومن نظام إلى آخر، من شعب إلى آخر. فيعتمد على مو النظام نفسه، الفكر يعتمد على منو اللي بالنظام، منو اللي اختارهم. هذا الموضوع يتغير يعني. فبشغلة ثانية على مود العفو والله نسيت، بس المهم بصورة عامة كل اللي حكيته أنت ما يتعارض ويا العلمانية. احنا من نحكي ممكن انت تجيب 1000 تعريف كله يختلف عن مفاهيم العلمانية، عادي كل من يحكي بكيفه وكل من ينطي رأيه بكيفه. مثلا جبت لي عالم عربي يحكي لي ضد العلمانية ضد الإسلام وكذا، هاي وجهة نظره. احنا نحكي عن المصادر الأساسية والفكر منين طلع وشلون يتطبق. فهنا الفكرة الموضوع مو دنيوي وآخرة. ايه طبعا يهتم بالدنيا لأن هو نظام يحكم بالدنيا ما يحكم بالآخرة، انت مو قاد. فحاول شوية يعني تخليك منطقي. شكرا استاذ 199. انا اريد اقول شيء، انه استخدام مفردة الاديان او الدين لا تعني الاسلام حصرا، ولا تعني الاديان السماوية حصرا. هنالك الكثير من الاديان التي تعتقد انها من الله، والمسلمين والمسيح واليهود لا يعتقدون انها من الله، مثل الديانة الايزيدية، مثل الديانة مثلا كثير كلش كثير من الديانات. وهاي الديانات عندها طقوس معينة وعندها فد قوانين معينة تتعارض مع الإسلام. خلينا نفترض انه احنا الديانة البهائية، الديانة الايزيدية، غيرها من الديانات. فاذا واحد استخدم مفردة الاديان انه انت جاي تدافع عن الاديان، مو بالضرورة انه هي تدافع عن طقوس اسلامية او طقوس يهودية، ربما تدافع عن طقوس ايزيدية مثلا، هم ما تستخدم عليها مفردة الاديان. هاي هذا اللي اريد اوضحه انا، يمكن مو واضح عند الاخ مؤمن، لان قال هو يحافظون على الدين الشافعي مثلا او الجعفري. مو بالضروره، اكو اديان تتعارض ويا الاسلام، اكو اديان اصلا تبيح الخمر، تبيح الزنا، اكو اديان تبيح تعدد الازواج وليس الزوجات. اكو ديانات على سطح هذا الارض. تفضل، منو من الاخ ستيفن عندك مداخله؟
شكرا لك عزيزي، بس أنا حبيت اللي استعرضت به بخصوص موضوع يكون العراق هو يعني هذا يهمني حقيقة يعني، بس حبيت أنا أرد أخذ إذا كان يعني اللي موجودين عندهم بعض الأسئلة يريد يسأل بالشأن العراقي على مستوى يكون الداخلي والإقليمي والدولي. هذا كلش مهم عندنا حقيقة يعني أخ عمار، كلش مهم. شكرا ستيفن. بعد احنا شويه لان الشباب نعم. يعني حبوا شويه يغوصون بموضوع العلمانيه، ما عندنا مشكله، هذا شيء حتى جميل لانه نستغل بس انا اكو فد مساله، انا بس افضل انه استاذ مؤمن يعني يحكي لنا عن يعني ما اعرف هو بياده ولا مبدئيا، واريد يقول لي يعني شكل النظام اللي موجود عنده، وهل يعني ما ادري هو حاليا نظام اسلامي علماني، يعني يا ريت انه يشرح لنا يعني، اكون ممنون. طبعا انا هذا مو تدخل، وانما يعني يحكي لنا عن التجربه اللي هو حاليا هو عايش بيها، وقدر يغير من واقعه او لا. تفضل. طيب شكرا، راح اجاوبك بس راح اجاوبك يا عزيزي، بس اعقب على كلام الاخت دينا قبل ما تطلع. الاخت دينا ادعت انها قار او فاتحه الكتاب والى اخره. انا بتمنى ان اخت دينا ما تهربش، انا مش عارف ليش هربت، لكن يلا بشكل عام. ترى طلعت قبل ما تحكي، ترى طلعت ما هربت. لا هي طلعت، انا عارف انه رديت. انا استناها الان، يلا هينا بستناها، خلينا ساكتين تيجي عشان اورجيكو عمليه التملص اللي صارت والى اخره. شفت كيف الناس تهرب، ما بيستجروش يناقشوا نقاش علمي، بتقول لك انا تكلمت. اتمنى مؤمن انه ما تحكم دقيقه. طيب ماشي. اتمنى انه احنا نكون طيب محترمين يا ريت. اكثر، بس طيب. دقيقه مؤمن. نعم. اتمنى انه نتحلى بالاحترام وما نحكم على الناس بدون ما نعرف الاسباب. هذا واحد. اثنين، الاخت دينا من رواد موقع، هذا الموقع الاكس اللي هو بارك تويتر. الله فيك، انا بحترمها. فاذا ما بس دقيقه، اذا ما صارت فرصه انه هي هسه تجي بالمساحه، راح تجي بغير مساحات. طيب خلينا وانت اذا عندك حكي تريد ترد عنها رد، مو مشكله. ارد على النقاط، انا بهمنيش وجود الشخص بشكل عام. يا اخوان ليش انا اصريت عليت اني انا ارد اسمع؟ لربما قلت في نفسي هي ادعت انها قارئه وباحثه ومنقبه ومفككه ومحلله. انا اضطريت اسالها متى ولد جورج هوليوك؟ قالت 1874. انتم بتعرفوا انه جورج هوليوك ضبط المصطلح في سنه، يعني جورج هوليوك ضبط المصطلح في سنه 1846، يعني قبل ما ينولد حوالي 24 سنة أو حوالي 30 سنة. شو هالمسخرة هاي اللي قاعدين نسمعها؟ هو انولد ب 1817 وتوفي ب 1906. هو جورج هوليوك ضبط المصطلح في 1846، يعني قبل ما ينولد ب 30 سنة ضبطه. ممكن تشرح لي؟ ممكن تفهمني؟ انا ليش اضطريت اني اسالها عشان اتاكد هل هي عمرها فتحت جلدة كتاب او تعرف مين جورج هوليوك اصلا، تعرف مين اوغست كونت. ما عشان اورجيكم انه احنا مستوى اللي بنناقشهم مش ضحل ولا في شح ولا في فقر ولا في جهل ولا في عدم معرفه، لا هو مش سطحي ولا ركيك، هو منتهي، لا يفقه شيء، لا يعرف شيء، هو زي الببغاء بس بكرر فقط لا غير، يقرا بدون فهم دون عقل، يقرا بالاخطاء ولا يدقق ولا يمحص ولا يراقب ولا يتابع ولا يراجع اطلاقا. ايش في هذا؟ يعني ادعت انه جورج هوليوك مولود ب 1874، هو عمل العلمانيه ومصطلح العلمانيه ب 1846 قبل ما ينولد ب 30 سنه. قبل ما ينولد ب 30 سنه كيف زبطت معها؟ كيف زبطت معها الان؟ اشرح لي، بدي افهم كيف زبطت معها. اوغست كونت ليس له علاقه بالعلمانيه، الذي كان يناقشه هو مصطلح الهيومانيزم والهيومانيتي وليس السيكولوريزم. تمام، انتهى الموضوع، الف باء. بس انسانه بتفكر انه جورج هوليوك مولود 1874، فمن الطبيعي انها تهبط هاي الهبده. انا عرفت ليش هي هربت. وبعدين هاي اول شغله. ثانيا، كل التعريف اللي قالتها ولا لها علاقه، هي مفاهيم ومعاني مقتبسه من تعاريف لم تذكر اي مصدر. هي ذكرت الكتاب دون الرجوع لها، وانا فندت امامكم انه اكسفورد لم تقل الكلام اللي هي قالته، هي الفت واخترعت على اكسفورد. ويبستر لم يقل الكلام اللي هي قالته. الموسوعه البريطانيه لم تقل الكلام اللي هي قالته، هي تؤلف وانا امامكم بالحرف مع الصفحه والى اخره. ثانيا، هي بتقول يا استاذ عمار، هي بتقول انه انا قطعت. لا، المساحه موجوده والعالم العراقي كله شاهدها تقريبا.
في اليوتيوب موجوده، وانا لم اقطع شيء ولا اقطع شيء والى اخره. انتم اللي كحشتوني المساحه لانكم ما عرفتوش تردوا، لان انا فضحتكم وبينت جهلكم تمام، وكنتوا تدلسوا على الناس بقانون التعديل الاحوال الشخصيه، وبينا للعالم انكم انتم مجرد مدلسين وكذابين. بس عادي، كلمه تدليس مش مسبه، هي حقيقه. انا بينت ووضحت هاي الافكار، وانتم وبينا للعالم انكم لا بتعرفوا لا علمانيه، وانكم بتدلسوا بالقانون الوضعي وبالقانون المدني، وانكم انتم مجرد شعوب كارهه تريد اقصاء الاخر. موضوع الحجاب باختصار يا عزيزي، انتم ما تفهموش السؤال. انا قلت لك اعطيني من العلمانيه تعريف بتقول انها بتحترم الاديان او بتحترم الطقوس او العبادات. بالعكس، العلمانيه بتعرف انها لا تحترم اي نوع من انواع الطقوس. انت ليش زعلان لما تيجي دوله علمانيه وتقول انه انا ما بديش الحجاب؟ انت ليش زعلان؟ مين العلمانيه عرفت عن نفسها كذا؟ اذا ما اعطيني تعريف يعكس ذلك، اعطيني تعريف بقول لا، انه العلمانيه هي تحترم الاديان الاخرى وتحترم عقائد الاخر وتحترم طقوس الاخر. اعطيني تعريف زي هيك. لا، العلمانيه بتقول لك انا لا احترم طقوس الاخر، انا يجب ان تكون حياتك قائمه على اسس ايش؟ على اسس دنيويه وليست اسس دينيه. يعني انت مصر انك تحرف التعريف وما تجيبش تعريف مدلس على التعريف الاول. يعني ارحمني. يعني انتوا الناس، والله الناس لها اذان وتستمع يا استاذ عمار. الناس ليست جاهله وليست غبيه انها واحد يجي يقول لها جورج هوليوك انولد 1874. منين جابت هاي الكلاوات؟ قلت العراقيين. من وين جابت هاي الكلاوات؟ قل لي، بدي افهم. انا بدي اعرف. طيب استاذ مؤمن، من جبت بزق انت من جبت هاي الكلاو؟ يعني قصدي من جبت كلمه الكلاو؟ انا ما يا معود. اول شغله حبيبي، انا بالنسبه لي ما ناصب العداله حضرتك، هاي وحده. يعني انت احنا بدنا نتناقش، ومبدئيا اول ما بديت كلامي قلت لك يعني احنا حتى نتحدث بغير موضوع، يعني بعيد عن العلمانيه بصراحه. خليني بدنا ارجع نتناقش هيك بيناتنا. اي يعني، وقلت لك اذا تحب يعني اكو هوايه شخوص ما على فيش اصدقائي مشكله. علمانيين، اي اجيبهم، واي مشكله ماكو. تقعد يعني ما اعرف انت هسه بوجهه نظرك هاي صارت مناظره وما ادري، اكو ناس تحيي، واكو بنيه انا لاحظتها ما اعرف ولد منزل صوره إن هاي الدوله العلمانيه اللي تريد صوره وحده